اما بقى الناس اللي بتروح الصيدليه وتقول له عاوزه حقنه البرد ايا كان مسماها، حقنه التلاته في واحد، حقنه الخلطه، حقنه الصلصه، فدي جريمه وليست خطأ، لان خلط المواد الدوائيه بدون مقاييس معينه بيسبب نتائج كارثيه، وممكن يحصل منه تسمم دوائي. وما تستنصحش وتقول بس انا بحس ان انا كويس لما باخد الحقنه دي. هقول لك طبيعي تحس ان انت كويس، لان فيها حقنه مسكنه ودي بتخليك مش حاسس بالالم. والحقنه التانيه اللي هي الدكسا دي كورتيزون، بتنيم مناعه الجسم، بتقول له ريح انت كده وتسيب الفيروس يعمل اللي هو عايزه. فاوعى نهائي تاخد الحقنه دي. وفي النهايه اتمنى ان انا اكون وصلت لك الموضوع بشكل كامل وجاوبت لك على كل الاسئله اللي بتدور في بالك. كان معاكم دكتور مصطفى فرحانة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو عشان تشوف المواضيع الجاية، واعمل شير للفيديو علشان ننشر العلم بين الناس اللي حوالينا، وكمان تاخد ثواب نشر العلم. دكتور بيست، دكتورك المفضل. سلام.